السلام عليكم، إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيكة الرواني أو كيكة البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة، وهتطلع معاكِ طعمها تحفة، وتطلع معاكِ هشة جدًا ودايبة بتدوب في البُق، وسكرها مضبوط جدًا. لو أول مرة تشوفوني أهلًا بيكم في قناتي سهلة وبسيطة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو. يالّا نبدأ الوصفة على طول. أول حاجة معانا هنحضّر الشربات عشان عايزينه يكون دافي. معانا كوبايتين من السكر وكوبايتين من المَيّة، هنرفعهم على النار. بعدين نبدأ نقلب من النُص كده، ما تجيبيش السكر على الأحراف خالص لحد ما يدوب السكر زي ما أنتِ شايفة كده. أول ما هيدوب السكر هنرفع المعلقة خلاص ما نقلبش تاني. أول ما الشربات يغلي هنهدّي النار ونعصر عليه نُص ليمونة ونسيبه يغلي لمدة 5 دقايق. بعد ما يغلي 5 دقايق هنطفي النار ونضيف عليه كيس من الفانيليا البودر ونسيبه يهدى ونبدأ نحضّر الكيكة. أول حاجة معانا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وطبعًا معانا فانيليا، نستخدم فانيليا نوعها كويس عشان ما يبانش زفارة البيض، ومعانا كوباية من السكر. نضربهم كويس جدًا لحد ما السكر يدوب وحجم الخليط يتضاعف ولون البيض يفتح. إحنا هنا ممكن نستخدم الخلاط عادي المتوفر، ممكن تستخدمي أي حاجة مضرب كهربائي، خلاط، اللي أنتِ متوفر عندِك استخدميه. زي ما أنتم شايفين كده بنضرب لحد ما قوام البيض يتضاعف ولونه يفتح زي ما أنتِ شايفة كده. بعد كده هنبدأ نضيف كوباية من الزبادي حجمها 210. أنا ضِفت هنا كوبايتين من الزبادي اللي هم حجمهم كبير، الحجم الواحد بيبقى 105، إجمالي 210. وكمان ضِفت ربع كوباية من اللبن واضربهم كويس مع الخليط. بعد كده هنبدأ ننزل بنُص كوباية من الزيت بالتدريج مع الخفق المستمر، ونخلط المكونات كويس جدًا مع بعض زي ما أنتِ شايفة كده. بعد كده هنبدأ نضيف عصير ليمونة صغيرة، العصير الليمونة ده بيفرق في الكيك وبيدّيها لون فاتح حلو جدًا. بعد كده هنبدأ نضيف المواد الجافة. أول حاجة معانا معلقتين كبار من جوز الهند، كوباية من الدقيق، وكوباية من دقيق السيمولينا اللي هو دقيق البسبوسة، ومعانا معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنبدأ نخلطهم كويس مع بعض بالمضرب اليدوي. ممكن تزودي جوز الهند عن كده زي ما تحبي، ممكن يوصل ل3 أو 4 معالق زي ما أنتِ عايزة. هنقلب كويس بالمعلقة ونتأكد إن كل حاجة اختلطت ببعض وما فيش أي دقيق في الجوانب. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو. بعد كده هنبدأ نصب الخليط في صينية مدهونة بمعلقة من السمنة أو من الزبدة. لما يكون مقاس الصينية دي الصينية الأوسط في طقم الصواني عشان يطلع معانا ارتفاعها كويس. لو عاوزة تكبري الصينية براحتك، بس مش هيطلع الارتفاع زي ما انتي هتشوفيه. تدخل فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 170، بتاخد حوالي 30 دقيقة وبتكون جاهزة. لو الكيكة استوت ولسه كان وشها ما خدش لون حلو بتولعي الشواية شوية بس ياخد اللون الدهبي الحلو ده، وبيبقى كده تكون جاهزة معانا. تطلع من الفرن هنسيبها تهدى دقيقتين 3 وبعد كده نبدأ نضيف عليها الشربات على مراحل. نضيف جزء وأول ما تشرب الجزء الأول نبدأ نضيف الجزء التاني عليها. هي ما شاء الله خدت مقدار الشربات كله وده مقدار مضبوط. ممكن تجربيها أنتِ لو حابة تقللي عن كده وتخلّي الشربات كوباية ونُص لو بتحبيش الحاجة مسكرة أوي. بس هي الحلويات دي بتحب الشربات، خاصةً إن هي بتتعامل نفس المعاملة بتاعة الحلويات الشرقية. يعني كل ما تبرد وكل ما بتبات بتبقى أحلى. طبعًا سيبيها تهدى على الآخر قبل ما تقطّعيها، يعني مش أقل من ساعتين، لإن كل ما تهدى وكل ما بتبرد بيكون طعمها أحلى. نفس فكرة الحلويات الشرقية، كل ما بتبات بتكون طعمها أحلى. يعني دي لو باتت لتاني يوم هتحسي إن سكرها ضبط أكتر وطعمها بقى أحلى. بعد كده نبدأ نقطّعها الحجم اللي إحنا عاوزينه، زي ما أنتِ عاوزة حجم القطع قطّعيها. بعد ما قطّعتها هابدأ أزينها بجوز هند ناعم على كل قطعة من الكيك. الكيكة هشة جدًا وطرية ولونها فاتح زي ما أنتم شايفين كده. بجد من أسهل الكيكات اللي هتعملوها، بتطلع ناجحة من أول مرّة، استحالة تفشل معاكِ، وطعمها بجد خرافة، حاجة كده ما بين الكيكة والبسبوسة. بجد وكل ما بتسيبيها تبات كل ما طعمها بيبقى أحلى وأحلى. هشة ودايبة جدًا وبتدوب في البُق، بجد طعمها ولا أروع. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو أنتم أول مرّة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.